السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ممدوح أحمد إسماعيل، مقيم في حتة اسمها عزبة فايد تبع المعدية. أنا يوم 30/8/2015 رحت مستشفى الشاطبي عشان نكشف لابني فارس ممدوح أحمد إسماعيل، وكان معايا عيال التلاتة: أحمد ويوسف وفارس اللي عنده شهر ده. بنسأل فين قسم الأطفال اللي هنا. دخلت المستشفى الشاطبي، لقيت الست المنقبة دي بتتلفت شمال ويمين وبتسأل المدام عند مراتي. قالت لها: ابن عايزة نكشف على فارس. قالت لها: عيالك دول؟ قالت لها: اه عيالي. قالت لها: انا بقى انا واختي والده هنا بقى لها ثلاث ايام. الست دي كان معاها عيل اسمه يوسف وعيل اسمه عبد الرحمن معاها في المستشفى، وراحت قسم الاطفال عشان تكشف على ابن فارس. هي اخذت عيالها الاتنين يوسف وعبد الرحمن، ومراته انا اخذت يوسف ابن اللي عنده سنه، واخذت ابن اللي عنده شهر فارس. وراحت التحليلات هناك. ابني سحب منه تحليل. الدكتور قال لمراتي: اقعدي 5 دقايق عبال نتيجه التحليل ما تطلع. الست دي قعدت تتكلم مع مراتي لدرجه اللي وصلت للناس اللي رايحين يكشفوا على عيالهم اللي دي اخت مراتي. خلت المدام عندي العيلين نايمين على رجليها: يوسف ابن اللي عنده سنة وفارس اللي عنده شهر. ونتيجة التحليل بتتندى فارس ممدوح أحمد، وكم واحدة نتندى عليهم عشان يقوموا يجيبوا التحليل: هاتي فارس عمام ما تقوم تجيب التحليلات. مراتي راحت حاطه لها فارس على رجليها، ومراتي قامت بيوسف. يوسف كان نايم. مراتي قامت بفارس عشان تجيب التحليلات. عبال ما دور مراتي جه التانية التالتة، وبتلف بتتلفت عشان تجيب ابني من الست، والست قاعدة. ما لقيتش الست ولا لقيت الولد. لقيت مراتي هي بتصوت على اخرها وشايله يوسف ابني، ويوسف ابني نايم. في ايه يا امان؟ قالت لي: مش لاقيه الولد ولا لاقيه الست. ربنا ما يكتبها على حد. بقيت نجري انا ومراتي زي المجانين. انا طلعت بنسأل بتاع الامن، بنقول له بعد ما دورت بقى في المستشفى ونجري هنا وهنا ونجري هنا وهنا، سألت بتاع الامن، بنقول له: بالله عليك ما شفتش واحده منقبه ومعاها عيلين صغيرين؟ قال له: معاها عيل مولود. قلت له: ده ابني. قال لي: لسه واخداه طالعه من 5 دقايق. بلغت. جيله ظباط مباحث باب شرقي، قعدنا في القضيه بتاعت ابني ندورهم ونبحثهم. 6 شهور ندورهم. قعدت 11 سنه انا ومراتي وندور، ونروح مستشفى الشاطبي نتكرر عليها، نقول يمكن تيجي تسرق عيل تاني. قاعد بعد 11 سنة وبعد أمه ما ماتت ب3 سنين، بصيت لقيت وأنا قاعد المغرب كده من شهر ونص، ولقيت التليفون بيرن عليا، بيقول لي: لو سمحت، ده تليفون إيمان محمد أمين اللي هي مراتي أنا حضرتك الله يرحمها. قلت له: ده إيمان متوفية. قال لي: ما أنا عارف أنت ممدوح. قلت له: أيوه أنا ممدوح. قال لي: أنت كان لك ابن مسروق منك من مستشفى الشاطبي وهو عنده شهر. قلت له: